السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو اللي غادي يكون عباره على واحد الوصفه ديال واحد الحلوه ديال لا كريم اولا اللاير كيك بالمذاق ديال البراليني اللي كتجي لذيذه بزاف، خطيره في المذاق، كتكفي 8 ديال الاشخاص. كنتمنى ان الوصفه والفيديو ديالي ينالوا الاعجاب ديالكم، ولا عجبكم ما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا بالقناه وبقوا معايا باش تعرفوا المقادير والطريقه ديال التحضير. على بركة الله، اول حاجه غادي نحتاجو هي 3 ديال البيضات بدرجه حراره المطبخ. غنضيف عليهم 150 غرام ديال السكر سنيده، ما يعادل كاس ديال العنبه، وغادي نضربهم على اعلى سرعه. انا هنا استخدمت العجانه، انتم ممكن تستخدموا الطراب الكهربائي ماشي اليدوي، الطراب الكهربائي. كنضرب الخليط ديالي مزيان كما كتشوفوا، الحجم ديالو كيتضاعف وكيولي اللون ديالو مائل ابيض وكيولي الخليط ديالي ثقيل. من بعد كنضيف عليه 4 كاس ديال الزيت و4 كاس ديال الحليب ماشي مشكل الا كان بارد، ما كيأثرش، واخا ديك الساعات عاد تخرجوا من الثلاجه ماشي مشكل. كنحركوا بحركه دائريه من الاسفل للاعلى، ضروري باش داك الخليط ديالنا ما يهبطش. من بعد كنجيب 150 غرام ديال الدقيق، ما يعادل كاس ونص بالقياس ديال كاس العنبه بالنسبه للناس اللي ما عندهمش الميزان، وكنغربلو. كنضيفو بشوي بشوي، ما كنضيفوش الخليط كامل، وكنبداو كنحركو عاوتاني بنفس الطريقه باش خلطنا الزيت والحليب بحركه دائريه من الاسفل للاعلى حتى كنسالي الكميه كامله ديال الطحين. من بعد غادي نجيب المول ديالي فاش غندير الخليط ديال الكيك. بالنسبه للعبار ديالو ففيه 16 سنتيمتر في القطر و10 في العلو. هذا الكيك هذا بعد ما كنعمروه كلشي راه كيقد لينا 8 ديال الناس. بالنسبه للفرن هنايا كنكون مخدمه الفرن درجه الحراره 200 درجه، فرن كهربائي شاعله غير من التحت. الجنواز ديالي كنحطها في اول رف من التحت، يعني ماشي منها لدوك ماشي داك الرف اللي مغطي السخان ديال دوك العواد ديال الضوء، لا، اول رف من التحت كنحط فيه الجنواز وما كنشعلش عليها انا نهائيا من الفوق، يعني كطيب كنبقى شاعله عليها كاع المده ديال الطهي مشعول عليها غير من التحت. هنايا المول كما كتشوفوا ضروري يكون مدهون ومدير دهون بالزبده اولا بالزيت، وضروري اننا نكونوا دايرين ليه ورق الطهي. الجنواز كتبغي ورق الطهي. هنا كنخوي الخليط، كنضربها شويه مع سطح العمل وصافي كندخلها للفران. من بعد غنقول لكم الفرن ديال الغاز كيفاش تا هو غادي طيب فيه. هنايا صافي بعد ما طابت وخرجات مباشره فاش كنحيدها من الفران خصكم تحيدوها من المول والا كتكمش. دونك غادي كنقلبوها مباشره، نحيدوها من المول، كنحيدوا ليها داك ورق الطهي وكنخليوها حتى تبرد تماما عاد نخدموا بها. يعني ممكن تخدموا بها في نفس النهار بشرط انكم تخليوها تبرد واحد الساعتين 3 السوايع، اولا تخليوها تتبرد مزيان، ديروها في الفيلم اليمونتير وتخشيوها في الثلاجه حتى الغد ليه وخدموا بها، يعني عندكم حريه ديال الاختيار. صافي هنايا خليتها وغندوز باش نحضر الكريمه. انا هنايا عندي نصف لتر ديال الكريمه، غادي نضيف عليه 2 معالق ديال كبار ديال سنيده. انا هنا خدمت بالكريمه ديال العبار، كتكون مسوسه، كتباع عند الناس اللي كيبيعوا لوازم الحلويات. انا خدمت بنص لتر لانني غندير 2 حلوات. نتوما غديروا غير 4 لتر ديال الكريمه راه كافيكم. بالنسبه للكريمه فكنضربها على سرعه 4، من بعد 5، من بعد 6، عاد حتى كنحصل على هذا القوام اللي شفتوا. غندوز بالنسبه للبراليني، هنا عندي كميه ديال السكر في مقله، غادي نتسناها حتى تحول الكراميل، يعني كنقص عليها البوطه تكون متوسطه وبشويه عليها حتى كيبدا داك السكر كيذوب ليا. عاد بدا كنحركو حتى ما كتبقى عندي حتى شي حبه ديال السكر. من بعد كنضيف ليه نفس الكميه ديال اللوز، يعني مثلا درت 100 غرام سكر كندير معاها 100 غرام ديال اللوز يكون محمر، يعني الوقيته فاش السكر عندي كان كيذوب اللوز كان كيتحمر في واحد المقله اخرى. صافي فاش ولا ليا السكر كراميل خويت عليه داك اللوز المحمر، وكنحاول ما امكن كما كتشوفوا انني داك اللوز لبسو بداك الكراميل مزيان. ضروري كل حبه ديال اللوز تلبس ليا بداك الكراميل مزيان. هنا الفيديو ديال البراليني راه من كنت مصوره شحال هادي، ولكن راه نفس الوصفه كتبقى ديما، يعني كما قلت لكم نفس الكميه ديال السكر تكون بحالها كراميل. درتو 100 غرام سكر، عفوا بحالها لوز درتو 100 غرام سكر، ديروا 100 غرام ديال اللوز.
من بعد صافي فاش كنضيف اللوز كنطفي على داك السكر، طفيو عليه، لبسوا داك اللوز مزيان، ومباشره تكونوا موجدين واحد الورقه ديال الطهي بحال هكا، ديروا فيها داك اللوز وتسرحوه كما شفتوا هنا راه عندي مسرح. تسرحوا داك اللوز مزيان وما تقيسوش بيديكم لانه غيحرقكم. سرحوه مزيان، حاولوا ما امكن تسرحوه يكون بلا. صافي تسرحوه خليوه يبرد يقساح كما شفتوا هنا، راه ها الزبيديه راه قاسح. من بعد فاش يقساح ويبرد غادي نهزوه، تبقاو تهرسوا منه شوي بشوي وطحنوه. ممكن طحنوه في طحانه تاع التوابل من الافضل. انا هنايا عندي كنستخدم نيكس كتجيني، اولا الخلاط الكهربائي كتجيني اريح. انا كنستحكم فيها، ولكن تكون شي خلاط كهربائي نيت صحيح باش ما يخسر لكمش، ويكون من الافضل يكون تاع الدجاج ويكون نيت صحيح. كنبدا كنضيف شوي بشوي شوي بشوي شوي بشوي باش يتطحن ليا داك اللوز، ومن بعد غادي نبدا نضيف عليه واحد ما بين نص كاس حتى الكاس لاروب ديال الزيت النباتيه. كنضيف بشوي بشوي باش ديك الزيت النباتيه تقدر يكفيكم هي نص كاس، وتقدر تحتاجوا لكاس لاروب باش ديك الزيت النباتيه كتعاون ان داك اللوز يطلق الزيت ديالو وتطحن مزيان. انا هنا هاد الكميه تاع الزيت اللي قلت لكم من نص كاس حتى الكاس لاروب فغادي تكفيكم الا درتو 200 غرام ديال السكر مع 200 غرام ديال اللوز. 200 غرام السكر مع 200 غرام اللوز غادي يخصكم تزيد واحد نص كاس حتى الكاس لاروب ماكسيموم. كما شفتوا انا بديت تنضيفو باش داك الزيت كنعاونوا انه داك اللوز عفوا كنعاونوا انه ما يبقاش ناشف ويطلق ليا داك الزيت ديالو. وكما قلت لكم السكر فاش تبيو تردوه كراميل كديروا السكر كديروا عليه العافيه متوسطه، من الافضل تكون في شي مقله باش كله كيذوب لكم في نفس الوقت. كتخليوه ما كتحركوهش حتى كيبدا كيبان لكم راه داك التحت ديالو بدا كيذوب. عاد بداو تخلطوا بشي ملعقه خشبيه باش كاع الحبات ديالكم يذوبوا. هنا كما كتشوفوا صافي بعد ما طحنت الكميه كامله ديال اللوز، هذا هو الشكل اللي كنتحصلوا عليه، ان داك الزيت كيعاوننا ان داك اللوز يطلق داك الزيت ديالو يولي عندنا براليني. انا غادي ندوز باش نحضر القرمشه اللي غتكون في الكيك. تما عندي واحد 40 غرام ديال الشكلاط غيش بالحليب، هذا من الافضل تشريوه معبور. ضفت عليه واحد المعلقه ديال داك البراليني من البراليني اللي كنت موجده. كما قلت لكم وصفه البراليني كنت ديجا مصوراها شحال هادي. معلقه ديال البراليني كبيره، غادي نخلط مزيان داك الشكلاط مع داك البراليني ونضيف عليه 50 غرام ديال الفيتين. غير واحد الحاجه، داك الشكلاط يكون بارد مزيان، يعني ذوبتوه وخليتوه حتى برد، ما يكونش سخون اولا دافي، لانه غي ما يبقاش داك الفيتين مقرمش، غادي يبرد داك الفيتين. والشكلاط ضيفوا عليه واحد فاش تذوبوا ضيفوا عليه واحد المعلقه كبيره ديال الزيت النباتيه. ممكن انكم تذوبوه في حمام مريم، انا ذوبته مباشره فوق البوطه، ولكن من الافضل يعني انكم تذوبوه في حمام مريم. كما قلت لكم الا ما باش يذوب لكم زيدوا عليه معلقه كبيره ديال الزيت النباتيه. هنايا كنت عزلت الكريمه اللي غادي ندير في هذا الكيك، لانني كما قلت لكم انا خدمت بنصف لتر ديال الكريمه لانه بغيت ندير جوج ديال لي كيك. نتوما غتكفيكم ربع لتر، فانا هنا كنت قديت الكيك الاولاني والكميه اللي بقات لي ديال الكريمه هي باش نخدم هذا الكيك هذا اللي كنخدم دابا معكم. بالنسبه للبراني فاش كنطحنو كنحتفظ به انا في القرعه ديال شي قرعه خاويه ديال الكونفيتور، كيبقى مزيان كنديرو في الثلاجه ما كتسوق عليه حتى حاجه. كنخدم يعني واحد الكميه اللي شويه كبيره، مثلا كنخدم 200 غرام كما قلت لكم ديال اللوز اولا ربعه ديال اللوز. صافي هنا الكيك ديالي انا كنت خليته ساعتين تبرد ليا مزيان، ودزت باش كنقطع فيه. من الافضل تستخدموا المنشار، والمنشار يكون كيخرج من الجهه الاخرى باش تجيكم التقطيعه هي هذيك، اولا شي سكين اللي يكون حاد مزيان. انا هنا درت 3 ديال الطبقات كما كتشوفوا الكيك كيفاش كيجي رطب بزاف. وغادي نبدا نمونطي في الكيك ديالي. انا اللي كانت الوجه درتها هي اللي من التحت، كنسقي بالحليب وغنخليكم يعني تشوفوا الخطوات كيفاش. كما قلت لكم بالنسبه للكريمه فاش تكونوا كتطلعوها ضروري الكريمه ديالكم تكون بارده مزيان، يعني تكون في الثلاجه باش دغيا تعاونكم انها تطلع لكم. انا كنستخدم الكريمه السائله ديال العبار لانها زوينه بزاف، كتباع عند الناس اللي كيبيعوا لوازم الحلويات، كتكون مسوسه. يعني انا كنزيد لها واحد 2 معالق متوسطين ديال سنيده بركه، كتجيني هي هذيك في الحلاوه مع هاد الاضافات اللي كنضيفو ديال الشوكولاط وهذا الشيء كتجي هي هذيك في الحلاوه.
فاش كنطلعها ما كنطلعهاش على اعلى سرعه، كنبدا لها بالسرعه 4، من بعد السرعه 5، واحد الدقيقه كنخليها في السرعه 4، من بعد شويه السرعه 5 وشويه السرعه 6، على حسب السرعات اللي نتوما عندكم في الماكينه باش كتطلعوا، اولا في الطراب الكهربائي باش كتطلعوا. صافي ومن بعد كندوزو اننا نخدموا بها. هنايا درت القرمشه كاول طبقه، كنحاول انني نسرحها. بالنسبه للكريمه فزدت عليها كما شفتوا زدت عليها واحد 3 4 ديال المعالق ديال البراليني، لاننا اكيد بغينا كريمه منكهه بالبراليني. 4 3 المعالق 5، نتوما ذوقوا وشوفوا الكريمه واش جاتكم هي هذيك في المذاق ولا بغيتوا تزيدوها شويه ديال البراليني. هنا فاش كنت كنخلطها راه زدت عليها البراليني كما شفتوا. بالنسبه للطياب ديال الجنواز في الفرن ديال الغاز فضروري حتى هو يكون مسخن مسبقا من قبل، يكون حتى هو مسخن مزيان. فاش تخشوا الجنواز العافيه ديالكم تكون متوسطه وتخليوها حتى هي حتى طيب. الجنواز ما تحلوش عليها الفران في اول نص ساعه نهائيا، ما تحلوش عليها الفران تدوز نص ساعه عاد حلو نص ساعه ولا 35 دقيقه، عاد حلو عليها الفران باش تعرفوها واش طاب. تخشيو فيها واحد هي عود، الا خرج نقي راه هي هذيك، ما خرجش نقي خليوها تزيد طيب. بالنسبه للجنواز فاش كطيب ما اش كديروا، ما كتخرجوهاش من الفران مباشره، كتحلوا عليها الباب ديال الفران، كطفيو الفران وكتخليو عليها الباب محلول واحد 5 ديال الدقائق بالحساب وخرجوها. وفاش كتخرجوها حيدوها من المول مباشرة، وكما قلت لكم ما تخرجوهاش ديك الساعه، خليوها 5 دقائق عاد خرجوها من الفران، ولكن خليو على الباب ديال الفران محلوله باش ما الا خرجتوها مباشره هي كتكون سخونه تلاقى مع الهواء بارد غادي تهبط لكم، وهي راه ما كتكونش فيها الخميره، ما كتحتاجش الخميره. هنا صافي درت بالنسبه هنا انا كنسقيه غير بالحليب، بالنسبه ليا تيجي حسن من السيرو اللي كيكون فيه الماء والسكر كيجي احسن. ممكن تنكو داك الحليب بالفانيا ولا بشي حاجه. وهنا زدت شويه ديال البراليني في ديك الطبقه الثانيه، يعني كيكه كلها براليني، فيها الكريمه بالبراليني، فيها داك القرمشه بالبراليني، فيها نصوص ديال البراليني. الحليب انا قلت لكم كنسقي بالحليب، يعني هيرو كنتبهوا ان الكيكه شحال غتبقى عندكم، داك الحليب ما يكونش منتهي الصلاحيه اولا ما تنتهيش للصلاحيه دغيا. عرفوا الكيكه شحال غتبقى عندكم. صافي انا زدت الطبقه الثالثه ضروري حتى هي غادي نسقيها، من بعد غنركب الكيكه واحد الاطار وندخلها تبرد في الفريغو واحد الساعه تقريبا. ما عندكمش الاطار ماشي ضروري، ممكن تلويوها غير بالفيلم اليمونتير وتدخلوها تبرد في الفريغو واحد الساعه تشد راسها، عاد من بعد ندوزو باش اننا نغطيوها من برا. هنايا صافي بعد ما داز الوقت غادي نحيد عليها الاطار وغادي ندوز باش غادي نبدا انني نكوفريها من برا. هنايا اشنو كنت درت، شديت واحد شويه ديال الشكلاط ذوبته في ديك الكاسرونه وزدت عليه واحد شويه ديال الحليب باش يطلقوا، يعني ذوبت الشكلاط زدت عليه واحد شويه الحليب عادي، يعني الصوص اللي كنديرو فوق اي كيكه، وزدت منه واحد المعلقه كبيره على ديك الكريمه اللي بقات ليا. هي بيت اللون يجيني شويه غامق، داكشي علاش يعني الشكلاط ذوب واحد شويه الشكلاط زيدوا عليه واحد المعلقه ديال الحليب اولا واحد شويه الحليب هي تلقوه به باش ما يبقاش قاصح، وديروه مع ديك الكريمه. والكريمه كما شفتوا كنخلطها بحركه دائريه من الاسفل للاعلى قبل ما نغطي بها الكيك من برا. علاش؟ باش كنحيد من هذوك الفقاعات اللي كيكونوا فيها باش نجي نغطي الكيك ما يبانوش ليا الفقاعات على برا ديال الكيك، تجيني الكريمه ديال باش كنغطي الكيك تجيني ملسه. داكشي ضروري تخلطوا الكريمه قبل ما ديروها على برا ديال الكيك، سواء زدتوا لها شي حاجه سواء ما زدتوا لها حتى شي حاجه، خلطوها. وهنا كما قلت لكم راه ذوبوا واحد شويه الشوكولاط شويه الحليب، زيدوا عليه شويه الحليب وزدت منه خليوه تيبرد شويه، ما تزيدوش على الكريمه هو سخون، خليه تولي في درجه حراره المطبخ، عاد زيدوا على ديك الكريمه خلطوا وطليوها من برا بالطريقه اللي درت لها انا. كنديروا شويه بشويه في الجناب، كنجيب ديك السراحه كنسرح بها، عاد كنغطي من الفوق. انا الطريقه دي كتجيني سهله بزاف على الطرق الاخرين، دغيا كنليسي بها الكيك من على برا. صافي غادي نستمر بهذه الطريقه كما كتشوفوا، والبلاصه اللي بانت ليا ما فيهاش الكريمه غادي نعاود ندير فيها شويه ديال الكريمه ونعاود انني نسرحها حتى نتحصل على داكشي اللي بغيت. هنا كان بقى ليا قصتيكويا بالكريمه، المهم معليش، هنا كانت بقات ليا شويه ديال الكريمه
درتها في البوش وكنبوشي بها من على برا بهذا الشكل هذا. كنبوشي بها زعما من الجناب ديال الكيك البرانيين. هانتوما هنا البوش كيفاش دير، وغادي نعاود نبوشي بها عاوتاني شويه. هذاك الشكلاط اللي كنت ذوبت مع الذوب قلت لكم زدت عليه شويه الحليب، هو اللي غادي ندير غادي نديرو في الوسط، وغادي نسرحو، نحاول انني نسرحو عادي بحال الصوص اللي كنديرو في الكيك. فاش كنت كنردو ما صورتوش للاسف. غادي نخليه تيجمد لانه راه دغيا كيجمد دغيا كيقصح، وكنجيب شويه ديال ورق الذهب وكنلصقوا ليه من تمايا. بالنسبه لهاد الورق الذهب كيتباع عند الناس اللي كيبيعوا لوازم الحلويات، تقريبا هاد الطاسه الصغيره كدير 10 دراهم، اولا ورقه كتباع يا بورقه يا بهاد الطاسه الصغيره هكا بحال هكا، كتكون دايره ب 10 دراهم. ولكن الطاسه الصغيره راه فيها بزاف، يعني راه كتشد لك شحال كتبقى عندك. وهنايا زدت واحد النقيطات ديال البراليني، وكان هذا هو الشكل النهائي ديال الكيك كيفاش كيجي. كنتمنى انكم تجربوا الوصفه، ولا عجبكم الفيديو ما تنسوش ديروا لايك وتشاركوا بالقناه، والى اللقاء بفيديو اخر باذن الله.